ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد شرارة من قناة الذكاء المبرمج. فضلكم تفعلوا الجرس، تفعلوا الجرس، اشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن التفاؤل. خليك دايما متفائل في بكرة. خليك دايما عندك احساس بذاتك اني هوصل. خليك دايما واثق ان ربنا عز وجل له حكمة كبيرة احنا منعرفش اللي بعدين. آه، دايما الانسان بيبقى جواه حاجه اسمها التدمير الذاتي. يعني ايه تدمير الذاتي؟ يعني بمجرد انك تبعد عن ربنا عندك زرار تدمير ذاتي. عندك زرار تدمير ذاتي. تمام. انك تدمر نفسك بنفسك لو بعدت عن طريق ربنا. فانت لا، خليك مقرب من ربنا. خليك دايما عندك ثقة ان ربنا مش هيخذلك. جرب تصلي على النبي، جرب تسبح، جرب تهلل، جرب تكبر، جرب انك تصلي، جرب ادخل المسجد، جرب انك تمسك المصحف، جرب انك تقرب من ربنا، جرب انك تعمل حاجة صح في حياتك، جرب دايما انك تستغفر. تمام. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو انت عايز تتحب، قرب من ربنا. لو انت نفسك في بنت وعايز تتجوزها، قرب من ربنا. لو انت عايز تنجح، تقرب لأي بنت انت عايزها، ظبط من حالك، ظبط من شغل، اغسل اسنانك كويس، اشتغل على نفسك، اجتهد، ابني نفسك وتقدم وصدقني ربنا هيكرمك. لو انت عايز تقرب من حد، خليك واثق بنفسك، تحدى نفسك، خليك دايما عندك يقين ان ربنا عز وجل مش هيخذلك. طول ما انت عندك اليقين والثقة في الله، والله ما تخسر ابدا. عايز بتحب حد معين او عايز تكلم مع حد معين، في طرق معينة. الطرق المعينة اللي انك طبعا بتشتغل وبتجتهد على نفسك، بتروح تتقدم، بتحاول تتعرف، بتحاول تشوفها، بتحاول تختبرها، بتحاول تشوف طريقتها، شخصيتها، بتحاول تبتسم في وشها، بتحاول تدعي ان ربنا يديها لك، بتحاول ان انت تدخل وتتكلم، بتحاول ان انت تعمل الصح، بتحاول ان انت تبقى يعني بطل قصتك وبطل حياتك وبطل مرايتك. بتحاول ان انت تكون صح. تمام. في اتخاذ اي قرار. تمام. خليك دايما خليك دايما واثق في حلمك وفي نفسك وفي شريكة حياتك اللي هتاخدها. صدقني لازم يكون عندك يقين انك هتاخد بنت كويسة ومحترمة ويكون اختيارك صحيح. لازم الاختيار يكون صحيح. اوكي. طول ما انت اختيارك صحيح، طول ما انت هتنجح. طول ما انت اختيارك صحيح، طول ما كل الابواب تكون متفتحة عليك. طول ما انت اختيارك صحيح، هتنجح في حاجات كتير قوي. يعني هتنجح في مليون حاجة وحاجة. بس انت اللي عليك انك تكمل، ما تقفش، ما تبصش لورا. لان دايما يقولك ايه، الغزالة هي هي الأسرع من الأسد ب10 أضعاف، ولكن رغم ذلك هي الفريسة الأسد الأسد. قالك ليه؟ قالك لأنها تكسر النظر وراءها. فأنت طول ما بتبص وراك مش هتنجح. بص المستقبل، بص قدام، اجتهد، اشتغل على نفسك وربنا مش هيخذلك. كل ما عليك انك تحاول تشتغل، تجتهد، تحاول تعافر، تحاول توصل. طول ما انت بتعمل كده هتنجح وش، هتوصل للي انت عايزه وش. اشتغل على نفسك، البس كويس، هندب من نفسك، اغسل اسنانك، ظبط من شكلك. شكلك على البروفايل بتاعك او على الفيسبوك هو عنوان شغلك. ودلوقتي الشغل كله بيبقى اونلاين. تمام. في شغل دلوقتي اونلاين على الفيسبوك وعلى النت ومش عارف ايه، ترويج لمبيعات وبتاع، في حاجات كتيره جدا. فيعني تبقى مطلوب فيها الشكل. فخلي شكلك دايما يكون لايق على مش على شخصيتك بس، يكون لايق على اي شغل. البس كويس، خلي بروفايلك كويس. ما تخليش دايما ايميلاتك البرو حمدة بزيادة، مش عارف كذا، الصقر الجريح لا، اسمك العادي يكون بالعربي او بالانجليزي. تمام.
صور محترمة، صور نظيفة، صور في أماكن جميلة. وانت بتصور في الجيم مثلا ممكن صور جميلة، حاجات كده معينة. لكن ما تحطش نفسك في نقطة وحشة. دايما صورك تكون محترمة، حياتك كلها تكون في مبدأ واحد: اني هنجح، اني هوصل. تنشر حاجات معينة، تحاول دايما انك تجتهد في ده. الانسان طول ما هو بيجتهد وعنده حلم وهدف هيسعى وبيسعى ليه. اؤمن بهدفك وبحلمك، ما تخليش نفسك تكون فريسة للشيطان او لاي حد. ما تخليش عندك نقاط ضعف، نقاط الضعف خليها نقاط قوة ليك. دايما خليك يعني باصص لنفسك بطريقة تانية، باصص ان انت هتنجح، باصص ان انت عندك اهداف كتير هتحققها، باصص ان انت لا لسه هنجح وهحقق وهوصل. بس كل حاجة محتاجة صبر. طول ما انت حاطط النقطة دي في دماغك هتوصل، مفيش كلام. تمام. خليك دايما واثق من ربنا، تفائلوا بالخير تجدوه. الابتسام في وجه اخيك صدقة. عامل الناس بالرحمة بالرأفة باللين. واعلم دايما انك لو عملت حاجة تزعل اي حد او عملت حاجة غلط، اعلم انك كما تدين تدان. واعلم دايما ان ما اصابك ما كان ليخطئك، وما اخطأك ما كان ليصيبك. فلا تقولن لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قرب من ربنا دايما. خليك دايما عندك نقطة القرب من الله عز وجل. خليك دايما متفائل بحياتك وبنفسك. اعتز بحياتك وبنفسك. متيأس، ما تستسلمش. كمل عافر، هتوصل اكيد. اكيد هتوصل، صدقني. طول ما انت بتعافر، طول ما انت عندك الكاريزما انك توصل، عندك الدافع، عندك الباور، عندك السترونج، القوة، عندك الدافع اللي يحفزك عشان يكون عندك سمارت. تمام. تقدر تكمل، يكون ذكائك اعلى وافضل، هتقدر تكمل. هتقدر تكون هيرو، تكون بطل حكايتك، تكون قوي، وتقدر ان انت تتحدى نفسك دايما. دايما هتقدر تتحدى نفسك، وبالطريقة دي هتنجح، صدقني. متيأس، ما تستسلمش، سيبها على الله. اكيد بكرة احسن. دلوقتي خلصت حلقتي النهاردة، برنامج جديد من قناة الذكاء المدمر. اتمنى دايما اشوفكم سعادة وبخير على طول، وبسلام وامان. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.